السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أي معتقد؟ سني أنا شيخ. حبيبي عراقي؟ إي نعم عراقي. هذه يا بالصورة أنت؟ لا مو أنا. ايش قد عمرك؟ 37. 37. جاد لو مو جاد؟ والله متزوج وعابر المرحلة. ايش دخل الجاد والمجاد بالزواج؟ وهي دائما يقولوا هيك. بين داخل بالجروبات الجادين. لا أبد. طيب سؤال الحلقة يا سيدي سنني، لو ردت تدعوني إلى التسنن بأدب وباحترام، يا هي الأدلة راح تقدمها؟ شيخنا أنا لا أقدم أدلة ولا أي شيء. أنا متابعك من قبل زين. وسويت بحث بين المعلومات اللي أعرفها وبين الكتب وطابقت الأدلة كلها. نعم. يعني ماكو مقارنة. يعني شنو ماكو مقارنة؟ يعني قصدك أدلتي مو ماكو صحيحة؟ مقارنة. أي بين لا ماكو مقارنة بين مذهبنا وبين مذهب الشيعة. يعني كل الأدلة طابقتها ما تتقارن. زين. بس سؤالي هسه اعتبرها مداخلة، اعتبرها سؤال. أي. أنا أقول العلماء روت هاي الروايات. أي. أقدر أقول شوهت هي صورة الصحابة، صورة الكذا. هي ما شوهت صورة الصحابة، شوهت، ولكن لا يعني بأن الصحابة لم يفعلوا أفاعيل شوهت الإسلام. مهم الصحابة فعلوا أفاعيل متفق عليها عندنا وعندكم. فما يعني مثلا نقدر نقول إن الصلاة ركعتين صلاة الصبح هي غلط؟ نقدر نقول؟ لا ما نقدر نقول. ليش ما تقدر تقول؟ لأنها متفق عليها بين السنة والشيعة، فإذا كان السنة يكذبون حاشاهم نقدر، فما بال الشيعة؟ فإذا كان الشيعة يكذبون فما بال السنة؟ إذن هذه أمور متفق عليها. فحينما يتفقون السنة مع الشيعة في آلية، اعلم إنها صحيح وثابتة. حينما يقولون عائشة خرجت ضد علي بالجمل، خلاص ماكو واحد دلس بيه. هسه كتب السنة بني أمية العبوبية، كتب الشيعة شكو وردت عن أهل البيت الأئمة، منو اللي دخل بيه؟ فهاي أمور ثوابت. ماكو واحد راد يعني نقول يشوه سمعة الشيعة أو ما أعرف إيش، أو يشوه سمعة أهل السنة، أو يشوه سمعة أبو بكر وعمر. لا، هي فعلا واقعية، لأن هي متفق عليها في جميع فرق المسلمين. صحيح شيخ صحيح. أنا هسه صعود للبث مال حضرتك يعني أريد أستشير. بس تدري أنا هسه هذا مكروه اللي قاعد أسويه له لا؟ ليش مكروه؟ الإمام يقول هذا يرث الفقر، اللي المشط الأسنان طايحة وبفتحات وهيك صاير، يقول هذا يرث الفقر والهم والحزن. عموما تريد تشيع، هاي أحد فلسفة أهل البيت طبعا. أقول لك تريد تشيع قاري أنت هواي عليك؟ يعني مثل شنو القاري؟ يعني مطلع هواي، يعني ثبت لك اليقين العقيدة، لو هيك تريد تشيع يعني شفت على المهدوي يطلع أدلة بس؟ لا اقتنعت. يعني من راح تشيع تبقيش لو تطور أفكارك وعلميتك وتطلع على مدرسة أهل البيت؟ يعني إن شاء الله. يعني هاي على الوقت العدي، لأن أنا هسه خميس وجمعة قاعد أروح الكربلاء والتقي بشيخ أي. اسمه شيخ باسم الحلي، هو دكتور. نعم. تدري انت اللي قاعد اسوي مكروه في فقه اهل البيت هذا هيك؟ هذا يرث الهم والحزن. يعني هاي اللي قاعد تسويها تقرض بأظافيرك؟ اي بالحلقي يورث الهم والحزن. هسه هاي نتعلمهن بعدين. اي طيب، لا هاي ادبيات يعني الي او للجمهور مو لك. حسن تريد الشيء ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. يلا صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأن فاطمة حجة الله، وأن فاطمة حجة الله، وأن الحسن والحسين إماما، وأن الحسن والحسين إماما، والتسعة المعصومين بالحق، والتسعة المعصومين بالحق، هم حجج الله على البرية. هم حجج الله على البرية. اللهم إني بريء اللهم إني بريء كل من آذى أهل بيت رسول الله، كل من آذى أهل بيت رسول الله، الشيخين وابنتيهما، الشيخين وابنيتهما، ومن تبعهم على ذلك. ومن تبعهم على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. تحاول تطلع وتستمر وتبحث أكثر على مود تصير عندك ثقافة وعلوم ومعرفة محمد وآل محمد عليهم السلام. إن شاء الله. أشكرك شيخنا. حبيبي شكرا لاتصالك.